السلام عليكم. النهارده هنعمل الفراخ المقرمشه بطريقه بسيطه جدا من غير ما نسلق الفراخ. احنا هنحمرها على طول. هقولك على طريقه كده وحاجه بسيطه هنحطها في التتبيله هي اللي هتخلي الفراخ تستوي معايا على طول. الفراخ هتبقى مستويه جدا وهقولك على تتبيله طعمها حلو قوي، ان شاء الله الوصفه تعجبك. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. الفراخ اللي انا هعملها النهارده هعمل الدبابيس. انت طبعا ممكن تعملي باي حته في الفراخ، اهم حاجه يكون حجمها صغير، ما تبقاش الحته كبيره. يعني لو انت هتعملي الصدر ممكن تقسميه لثلاث حتت او حتتين، المهم يكون حجمه صغير. طبعا المقطع اللي انا غسلت فيه الفراخ وتبلت فيه مش اتمسح من عندي، فانا هشرحه وانا بشتغل دلوقتي. انا هنا عندي دبابيس فراخ. هقول الاول الكفر اللي احنا هنشتغل بيه وهنعمله في الدبابيس، وبعد كده هقول لكم انا عملت ايه. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق. طبعا الدقيق يكون دقيق مخصص للكيك او متعدد الاستخدامات. ليه مخصص للكيك؟ علشان الفراخ لما تكون مقرمشه ما يبقاش الدقيق معايا بعد ما يتحمر يكون ناشف قوي، فدي مهمه جدا. حطيت نص كوبايه من النشا. طبعا النشا بتخلي الفراخ مقرمشه معايا وبتفضل مقرمشه وقت كبير. هنحط بقى الملح. حطيت معلقه صغيره بس تكون مليانه من الملح. معلقه صغيره من الثوم البودر. معلقه صغيره من البصل البودر. معلقه صغيره مليانه من البابريكا، بتخلي طبعا لون الفراخ حلو قوي. نص معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره بس ما تكونش مليانه فلفل اسود. وعندي نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. نص معلقه صغيره من الكركم. الكركم بيدي للدقيق لون حلو قوي، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو كمان للكفر بتاع الفراخ. هقلبهم كده بقى في الدقيق لحد ما الدقيق كله يتغلف بكل البهارات اللي انا حطيتها. اقلبهم كويس جدا. انا غسلت الفراخ في لتر من الميه، حطيت عليها معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، ربع كوبايه من الخل، ربع كوبايه من عصير الليمون، وكمان حطيت معلقه كبيره من الدقيق. غسلتهم كويس جدا وسبتها منقوعه في المحلول ده لمده نص ساعه. وبعد كده شطفتها كويس جدا وصفيتها من الميه بتاعتها. هقولك بقى دلوقتي برضو وانا بشتغل التتبيله بتاعتها ايه. الاول بقى علشان احط الكفر على الدبابيس مهم جدا الميه اللي احنا نحطها دي تبقى ميه متلجه، علشان الكفر يبقى مقرمش معايا ويبقى النتيجه بتاعته مظبوطه. هاخد بقى كده زي ما انتوا شايفين الفراخ بالمنظر ده. طبعا انا الدبابيس زي ما انتوا شايفينها كده انا فتحاها بالسكينه، يعني لازم نفتح كده كده كذا فتحه فيها علشان تستوي معايا بسرعه في الزيت، يعني الزيت يبقى واصل لكل حته في الفراخ. بمسك كده الفراخ زي ما انتوا شايفين واحطها في الدقيق الاول. يبقى اول خطوه هعملها ان انا هنزلها في الدقيق. بغلفها كده كويس جدا في الدقيق. بعد ما غلفتها في الدقيق كده كويس جدا ببتدي انزل الزوايد كده بتاعه الدقيق اللي هي الزياده اللي فيها وانزلها في الميه المتلجه. وزي ما قلت لكم لازم الميه تكون متلجه، ما ينفعش تبقى ميه عاديه علشان القرمشه تبقى مظبوطه فيها. وبعد كده اخدها تاني واحطها في الدقيق. بفضل اعمل الخطوه دي حوالي 3 مرات او 4 مرات لحد ما الدقيق عندك يبقى محطوط على الفراخ ويكون معمول بشكل عشوائي، يعني في حتت كده خارجه منه، ما يبقاش متساوي عشان يديك الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. اول ما اوصل للشكل ده وهوريه لكم يبقى عامل ازاي تمام كده انا هبتدي احمرها على طول. هقولك بقى على التتبيله اللي انا عملتها للدبابيس. التتبيله دي بتخلي طعم الدبابيس تحفه جدا، وفي نفس الوقت مش بنحتاج ان احنا نسلق الدبابيس خالص، احنا بنحمرها في الزيت على طول. جبت كوبايتين من الحليب، او لو مش عايزه تحطي حليب ممكن تحطي لبن رايب، يا اما تحطي حليب يا اما لبن رايب، لان الحليب او اللبن الرايب بيخلي الانسجه بتاعه الفراخ تستوي معايا على طول، لما بتقعد في التتبيله بتستوي معايا على طول. بعد ما حطيت الحليب حطيت عليه معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود،
ومعلقه صغيره مليانه من البابريكا. البابريكا برضو بتديها لون حلو قوي وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو. والخطوه المهمه قوي اللي احنا هنحطها في التتبيله معلقه كبيره من الخل. الخل برضو بيخلي الانسجه بتاعه الفراخ تستوي معايا على طول. بحطها كده وبقلب التتبيله كويس جدا. بحط بقى الوراك فيها، وبعد ما بحط الفراخ في التتبيله بغطيها بالاسترتش راب وبسيبها في التلاجة ليله كامله. يفضل ان انت تسيبيها ليله كامله. بعد كده برجع اشتغل فيها على طول. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الدقيق عامل ازاي في الفراخ. انا عايزه اوصل للمرحله دي كده. طالما وصلت للمرحله دي كده زي ما انتوا شايفين، خلاص مش هحط دقيق تاني. يبقى انا كده عملت الكفر المظبوط بتاعها. هبتدي احطها بقى في الزيت. عندي هنا زيت غزير كده زي ما انتوا شايفين، لازم يبقى الزيت مغطي الفراخ كلها. وفي اول لما اجي احط الفراخ يبقى الزيت سخن جدا. اول ما الزيت يكون سخن جدا، وانا هحط في الطاسه دي 3 بس، مش هحط كتير علشان حراره الزيت ما تقلش معايا. بعد ما حطيتها كده بالشكل ده، مش هقلب فيها ولا اي حاجه ولا هغطيها، هسيبها زي ما هي كده. اول ما احس ان الدقيق نشف من الحته اللي تحت دي، ابتدي اقلبه كده زي ما انتوا شايفين. يبقى الدقيق مسك معايا كده في الدبابيس، فهو الكفر مش هيفك معايا. ابتدي اقلبها كده الناحيه التانية، وبرضو يكون الدقيق الكفر مسك معايا كده في الدبابيس. افضل مخليه الطاسه مش متغطيه. بعد كده اغطيها كده زي ما انتوا شايفين، واوطي بقى عليها النار اقل درجه عندك، يعني اقل حراره عندك تكون واطيه عليها. وافضل مغطياها كده بالشكل ده. بتقعد على النار حوالي تلت ساعة. خلال التلت ساعة اللي محطوطة على الزيت افضل اقلب فيها من كل حتة، يعني اقلب فيها واغطي احط الغطا ليها. وطبعا بتبقى على حرارة قليلة جدا. يبقى اهم حاجة ما اغطيش على طول. اول ما احطها، اول ما الكفر يمسك معايا كده على الدبابيس، ابتدي اغطيها واسيبها على النار واوطي النار جامد جدا، يعني اقل حرارة عندك توطي عليها النار وتغطيها، وتفضلي بقى تقلبي كل شوية لحد ما تعدي التلت ساعة هتكون استوت معاكي. واهم حاجة برضو الفتحات اللي احنا فتحناها في الدبابيس هي اللي هتخلي الزيت يدخل في الانسجة بتاعة الفراخ ويسويها معانا على طول. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا كل شوية بفتح الغطا وافضل اقلب من كل حتة. هي كده لسه ما استوتش معايا، انا بوريكم بس المراحل اللي هي بتستوي فيها، وما نستعجلش خالص ان احنا نطلعها من الزيت. لو انت عايزه تجربي بالشوكه كده وتدخلي الشوكه في الدبابيس، لو طلع معاكي دم او حاجه يبقى هي كده ما استوتش. لو ما طلعتش معاكي اي حاجه يبقى هي خلاص كده استوت. بس نخلي بالنا كويس جدا علشان الكفر ما يطلعش من الدبابيس، يعني يفك. بعد كده بصوا وصلت كده للمرحله دي، هي كده استوت معايا. عدت تلت ساعة كده استوت معايا. ابتدي اطلعها من الزيت واصفيها بقى كويس جدا. ولا احتاجنا ان احنا نسلقها ولا اي حاجة، احنا حمرناها في الزيت على طول. الخطوات المهمة اللي انتي هتعمليها علشان تطلع معاكي مظبوطة: يكون الزيت غزير، يكون سخن جدا. اول ما تنزليها في الطاسة ما تقلبيهاش خالص. لما الكفر يمسك عليها ابتدي اقلبها. بعد ما الكفر يكون خد لون كده زي ما انت شفتي، اغطيها واوطي عليها النار كويس جدا. يبقى اقل درجة حرارة عندك تغطيها. وبعد كده خلال التلت ساعة افضل اقلب فيها، يعني خلال التلت ساعة اللي انا حطاها فيها افضل اقلب فيها لحد ما احس ان هي استوت معايا. هي التلت ساعة هتلاقيها استوت معاكي وهتبقى حلوة جدا. وما احطش في الطاسة كمية كبيرة عشان الزيت حرارته ما تقلش معاكي. هي 3 حلوة قوي او 2. هخلص بقية الكمية وهوريها لكم بعد كده. انا كده بعد ما خلصت الكمية كلها، طبعا لو انت عايزة تعملي على قد الاكلة اللي انت هتاكليها، لو عاملة كمية كبيرة بنشيلها في الفريزر بالتتبيلة. ما بشيلهاش بالدقيق، يعني انا بشيلها بالتتبيلة. لو شلتيها بالدقيق وبعد كده جيتي تحمريها الكفر هيفك منك. فبنعملها في الدقيق في الوقت اللي احنا هنحمر فيه، لكن ممكن تشيليها في الفريزر بالتتبيلة عادي. عايزة اقولك ان هي طعمها حلو قوي، احلى من الجاهزة بكتير واوفر ومضمونة. وطبعا بتعملي الكمية اللي انت عايزاها. هفتح لكم دلوقتي واحدة واوريكم ان هي مستوية طبعا. بصوا الكفر اللي عليها ما فكش خالص، وفي نفس الوقت مقرمش قوي. طعمها حلو جدا. بصوا مستوية ازاي.
ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا، والتتبيلة اللي بقولكوا عليها بتديها طعم حلو قوي. نخلي بالنا بس من الحاجات اللي انا قلتلكوا عليها كلها، وهي هتظبط معاكم وهتبقى احلى من الجاهزة بكتير. انا كده خلصت الوصفة خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوه. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.